الأخ يقول: لماذا أنت تخالف جمهور العلماء في تصحيح الأحاديث؟ كنت أريد أن أسألك سؤالا يا أخي الذي تقول هذا الكلام: ماذا تعني بجمهور العلماء؟ أفهم منك يا حمزة بن ياسر، لأنك لا تخالف إجماع العلماء في التصحيح. كلامك يا حمزة بن ياسر ينم عن عدم علم منك. من الذين تراهم ينعقد بهم الإجماع؟ علماء الحديث الأولون يا حمزة: البخاري، مسلم، أحمد بن حنبل، الإمام مالك، علي بن المديني، غيرهم من العلماء، البيهقي. هل تقصد هؤلاء؟ الحمد لله لا نحيد عن أقوالهم في غالب الأحوال. لكن إذا كنت تقصد المعاصرين، فالمعاصرون أغلبهم مقلدة لا يرجعون إلى كتب الأولين يا حمزة. فأرجو أنك معذرة أن تحبنا، جزاك الله خيرا وحبك الله الذي أحببتنا له، لكن كلامك غلط أو ينم عن عدم علم. لأنك إذا حررت تقول من العلماء الذين أجمعوا وخالفناهم، اذكر لي مثال واحدا يا حمزة. ما الحديث الذي قال به العلماء أجمعون إنه صحيح وضعفناه أو ضعيف وصحناه؟ اذكر لي يا حمزة حديثا. بارك الله فيك يا حمزة بن ياسر بن عطاء الله.